السلام عليكم. يلا صينية بسلة بالبطاطس والجزر واللحمة، وهنعمل معاها كمان ملوخية وشوية رز. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي ونفتكر الأيام الحلوة بتاعت زمان وأكل أمهاتنا. يلا بينا. معانا هنا كيلو أو كيلو وربع تقريبا من اللحمة الموزة، ومعانا بصلة وكرفس وجزر، ومعانا لورا وفلفل أسمر وجوز الطيب وهيل، ومعانا معلقة من المرقة الفورية. هننزل على البصلة كده بالفلفل الأسمر والمرقة الفورية وشوية من جوز الطيب وشوية من الحبهان. دول اللي هنعمل بيهم الشوربة، مش هنكتر الفلفل الأسمر عشان الشوربة ما تغمقش معانا. تمام. وبعدين هنبدأ نجيب، أنا هعملها الحقيقة هسلقها في الحلة البريستو، حلة الضغط. هننزل باللحمة وننزل عليها بالبصل وننزل عليها بالجزر والكرفس، وهننزل عليها كمان بمية مغلية. هنجيب طماطمايه الأول ونقطعها ونحطها في الشوربة بتطعمها وبتخليها جميلة قوي. ورقتين من اللورة وننزل بالمية المغلية على الحلة كده، وهندخلها كلها، هنحطها هنقفلها كويس ونحطها على النار. وطبعا أكيد ممكن بتسلقي اللحمة في الحلة العادية، بس احنا عايزين ننجز. معانا بطاطس وبسلة ومعانا جزر ومعانا فلفل حامي وبارد وطماطم، ومعانا بصلاية متقطعة كبير شوية. تمام. انا بحب الالومنيوم في الصواني اللي زي كده عشان بقدر احطها على النار شوية واشوح براحتي. هننزل على البصل بفلفل اسمر وبجوز الطيب، وممكن تستبدلي جوز الطيب بالكباب الصيني، وملح وفصين توم، بس دول هنستخدمهم بعدين مش دلوقتي. تمام. يبقى احنا دلوقتي بس كل اللي نزلنا بيه هنا، نزلنا بمرقة الدجاج، لا لسه كمان المرقة الفورية كمان. نزلنا هنا بس بالفلفل الأسمر، ونزلنا بالملح وجوز الطيب ورشة من الهيل، بس كده. ليه بقى؟ احنا هنكمل بقية التوابل واحنا شغالين على النار. عندنا هنا زيت زيتون، وتقدري تستخدميه بزيت نباتي، تستبدليه بزيت نباتي. ومعانا كمان معلقة من الزبدة. وهنبدأ نشوح البصل اللي احنا تبلناه ده ودعكناه كويس جدا. وعملية دعك البصل دي على فكرة مهمة جدا، بتطلع بقى الطعم الجميل جدا اللي بيكون موجود في البصل. تمام. هنفضل نشوحها كده على النار مع زيت الزيتون ومع الزبدة. تمام. هننزل بقى بفص الثوم، ونشوح كويس جدا لغاية لما ريحته تطلع. الصواني الحلوة دي كانت بتعملها أمهاتنا. تمام. هننزل هنا بقى بالجزر عليهم. يعني مهما تعملي أكل جديد هتلاقي دايما الأكلات الحلوة دي مفيش أي شيء يضاهيها بصراحة. معانا فلفل حامي وبارد بس مش هننزل بيه دلوقتي، وتقدري تحطي فلفل بارد بس أو حامي بس حسب رغبتك. وهنا هننزل بالبسلة. يبقى احنا نزلنا الأول بالبصل، وبعدين تشوح نزلنا عليه بالثوم، وبعدين نزلنا بالجزر، وبعدين البسلة. وهنا كمان نزلنا بالبطاطس. الصينية دي يا جماعة رائعة. هنا بقى نزلنا بالفلفل، وهننزل بالبهارات السبعة رشة، ورشة من الجنزبيل، لازم جنزبيل بيدي طعم تحفة في الصينية دي، وكزبرة، ونزلنا بقرفة، ونزلنا بفلفل ببصل بودرة، ونزلنا كمان بورقتين من اللورة. وهكتب لك كل شيء في الديسكريبشن بوكس. يبقى احنا هنا نزلنا بالبهارات السبعة، ونزلنا بالكزبرة الناشفة، ونزلنا كمان ايوه بالبصل البودرة، ونزلنا بشوية قرفة وشوية جنزبيل. وقلنا الجنزبيل في الصينية دي مهم جدا وبيغير طعمها وبيخليها تحفة. هنا بقى عندنا معلقة من المرقة الفورية هننزل بيها، وممكن تستغني عنها لو انتي مش حابة. وهننزل هنا بطماطمتين مبشورين، الطماطم مبشورة على المبشرة العادية. وهنا ده فلفل مشوي هننزل بمعلقة، وممكن تستبدليه بمعلقة من الصلصة العادية الحمراء، تنزلي عليه بمعلقة واحدة بس. هنقلب ونشوح كويس جدا. شوفي ما تستعجليش في عملية التشويح دي، بتدي طعم رهيب للصينية. هنا بقى هنبدأ اللحمة طبعا اتسلقت خلاص،
هنبدأ بقى بعد ما سلقنا اللحمة ناخد منها من الشوربة وننزل بيها على الصينية دي، وهنخليها طبعا احنا ظابطين الملح بتاعنا. هنبدأ بقى ننزل كده مع بعض الفويل، نغطي كويس، نخليه ياخد غلوة واحدة بس، يعني يغلي بس كده في كل حاجة تدخل في بعض، ونبدأ ننزل عليها باللحمة. اللحمة اللي احنا سلقناها شوفي بقت شكلها جميل ازاي. بصي وانا بحط اللحمة بقلبها في الصوص بتاع البسلة علشان تدينا طعم حلو بعد كده، وتبقى واخدة من طعم الصوص اللي احنا عاملينه في الصينية. تمام. شوفي الصينية احنا مش حاطين لها طماطم كتير ولا صلصة كتير ولا حاجة، لكن شوفي لونها ولسه كمان ما استوتش، يعني لسه بعد ما تستوي بقى هتديكي طعم في منتهى الجمال. هنا بقى هناخدها ونروح على الفرن. يلا بينا نعمل شوية ملوخية. انا هنا ما عنديش ملوخية خضراء، انا عندي ملوخية اكياس بس. عادة بشيل شوية من الشوربة بتاعتها، لاني ببقى خايفة من ملوخية الاكياس، احيانا بيبقى نسبة التلج فيها عالية قوي، فعلشان ما تلاقيش نفسك عملتيها وتطلع خفيفة شيلي شوية من الشوربة، ولو بعد ما تغلي ولو احتجتيهم هترجعي تضيفيهم تاني. احنا دلوقتي حطيناها على النار، الشوربة غليت لكن ما سيبناش الملوخية تغلي. اول ما حطينا الملوخية شلناها من على النار على طول، وهي لسه كمان فيها سنة مجمدة كده، وشلناها وبعدناها عن النار وطفينا عليها، وهنسيبها علشان تفك وتفضل خضرة. هنا بقى يلا بينا نعمل شوية من الرز. احنا عاملين 3 كوبايات من الرز، اخدنا منهم نص كوباية حمرناها، ومع الكوبايتين ونص هننزل بيهم بعد ما يتحمر الرز. تمام. هنا بقى نزلنا بالرز على الرز اللي اتحمر. احنا بنحمر نص كوباية بس، انا هنا مستخدمة رز زي ما قلتلك بسمتي، والرز البسمتي بتاخدي عليه من تقريبا معيار المية تقريبا 4 كوبايات ونص، بس انا بستخدم 4 وربع. هنا نزلنا عليها برشة من الجنزبيل ورشة من الحبهان وورقتين من اللورة. الجنزبيل يا جماعة طعمه بيخليكي تحسي انك كأنك عاملة الرز بشوربة بالظبط لما بتحطيه على الرز، وبقى ريحة التوابل دي بتبقى تحفة في الرز وانتي بتاكليه. هننزل عليها بمية مغلية بعد كده اهو، والمية دي عبارة عن 4 كوبايات وربع. انا بحب اشيل الربع ده، واول ما الرز هيبدأ يدخل في السوا بروح كده على طول قافلة عليه واسيبه كده، احط الشياطة تحتيه واسيبه بقى على نار هادية خالص. يلا نعمل طشة التوم. عندنا هنا بقى جبنا معلقة او 2 كده حلوين من السمن البلدي، وبعدين هننزل عليهم بالثوم. بصي بقى شوفي الملوخية انا هنا شغلت عليها سنة بس عشان تسخن بس، احنا مش بنغليها. بصي اهو شوية الشوربة اللي احنا شلناهم محتاجناهم تاني، حطينا شوية صغيرين خالص منهم، وده بيبقى افضل طريقة عشان الملوخية ما تخفش منك قوي. طيب الملوخية اهي سخنت، مش بنغليها خالص، احنا في الاول غلينا بس الشوربة ونزلنا الملوخية فيها عشان تفضل محافظة على خضرها. تمام. هننزل هنا بالثوم المفروم، ومعانا كمان كزبرة ناشفة. اول ما نلاقيها بدأت كده اللون بدأ يصفر فاتح خالص، يبقى اصفر فاتح، هنبدأ ننزل بالكزبرة الناشفة بتاعتنا ونحطهم مع بعض علشان تتحمر وتطلع ريحة جميلة كده. مفيش احلى من اكلات الزمن الجميل، اكل امهاتنا اللي كنا بنرجع من المدرسة واحنا صغيرين ونلاقي امهاتنا عاملينه. والله مهما طلعوا ومهما اخترعوا اكلات جديدة مفيش اجمل من الاكلات دي وريحتها في البيت. شايفين الجمال؟ يلا بقى ننزل بالكزبرة الناشفة. هنا بدأت اهي التوم بدأ يصفر. اوعي تغمقي التوم عشان ما يخليش الملوخية ممررة، خلي التوم اصفر ذهبي كده حلو. خلاص كده طشيناها وشهقنا عليها علشان تطلع مسكرة. تمام اهو. تمام ادي الملوخية اهي جميلة وكده خلصنا. يلا نشوف صينية البطاطس والبسلة. شوفي الجمال، ايه رأيك في الصينية الحلوة دي؟ شوفي طلعت حاجة كده تشرفك في اي عزومة، وفي اي حاجة لو انتي حطاها في عزومة او حطاها او واخداها لحد او اي حاجة، وليكي انتي واولادك، حاجة في منتهى الجمال. طبعا حطيناها بقى مع الملوخية ورز وزيتون مخلل، وده كان الفطار النهاردة. ان شاء الله يعجبك الوصفة،
وان شاء الله تجربي صينية البطاطس دي وتقدري تعمليها في طاجن، بس انا بفضل الصينية علشان اقدر احط فيها اللي انا عاوزاه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب. سلام عليكم.